اللي متابعيني من زمان عارفين ان في فئة معينة مميزة من الموبايلات انا بحبها جدا، وهي فئة الفلاج شيبس القديمة. الموبايلات اللي بتنزل بأعلى مواصفات وأعلى كاميرات وبتدي لك أفضل أداء ممكن، لكن بتنزل في الأول غالية جدا، وبعد ما بيعدي عليها سنة أو اتنين تنزل موبايلات أحدث سعرها بيقل، ووقتها غالبا بتبقى الموبايلات دي هي أحسن موبايلات من ناحية القيمة مقابل السعر، وأحسن من كل الموبايلات الحديثة اللي في نفس الفئة السعرية ولسه نازلة لكن من الفئة المتوسطة. وبما اننا لسه خارجين من بلاك فرايداي وفترة عروض وخصومات، فوقع تحت ايدي 3 من افضل الفلاج شيبس القديمة اللي موجودة في السوق حاليا، وهما S20 FE ونوت 20 و S21 FE. والموضوع مش دعاية لسامسونج، هي صدفة ان بعض الاقارب والاصدقاء جابوا الموبايلات دي وسمحوا لي ان انا اجربها وراجعها عشانكم. والنهارده هنتكلم على S20 FE، هنعرف ايه اهم مزايا وعيوب الموبايل ده وامتى يكون مناسب ليك انك تجيبه في 2023. فاهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سيلوبيديا، معاكم اسلام ويلا بينا نبدأ. S20 FE هو يعتبر بداية سلسلة جديدة بدل سلسلة اللايت اللي كانت موجودة زمان. لو فاكرين S10 لايت ونوت 10 لايت، الموبايلات دي كانت في الحقيقة بتنزل بمواصفات أقل كتير من الفلاج شيبس، لكن سلسلة ال FE عموما فيها اختلاف كبير عن سلسلة اللايت. كعادة سامسونج العلب فخمة جدا وتصميمها المرة دي شيك ومختلف، عليها من بره باترن كده محفور في العلبة شكله حلو جدا. ودايما اول حاجه بنلاقيها بعد نفتح العلبه هي الموبايل نفسه، وبيبقى لسه فيه علبه تانية جوه غطا العلبه نفسه، عاده بيكون فيها الكفر والكتالوجات، لكن المره دي مفيش كفر في العلبه. وتحت الموبايل هنلاقي الشاحن وكيبل الشحن، والشحن المره دي بيجي 15 واط فقط، رغم ان الموبايل بيدعم الشحن السريع لغايه 25 واط. وخدت بالي كمان ان كيبل الشحن هو كيبل شحن عادي جدا تايب A لتايب C، مفيش حتى عليه اي براندنج، رغم ان مكتوب عليه صنع في فيتنام، فهو كيبل سامسونج فعلا. والعلبة مفيش فيها سماعة أو أي إكسسوارات تانية، ولا زال كويس لأن ده واحد من آخر إصدارات موبايلات سامسونج اللي لسه بينزل معاها شاحن في العلبة. نيجي للموبايل نفسه، اللون اللي معانا النهاردة اسمه كلاود نيفي، صنع في فيتنام، ودي نسخة ال 128 جيجا بايت. وشكل تصميم الموبايل من الوهلة الأولى لطيف جدا. الظهر من البلاستيك ولونه سادة تماما، مفيش أي باترن مطفي، ورغم إنه مط لكن نسبيا بيبصم برضه. الفريم لونه اسود بيلمع من الالومنيوم، والثلاث كاميرات والفلاش في مستطيل واحد من الازاز بارز عن ظهر الموبايل. على اليمين في زرار الباور وزرار الفوليوم، ومن فوق مايكروفون والسيم تري، ومن تحت هنلاقي السبيكرز ومدخل الشحن ومايكروفون تاني، والجنب الشمال فاضي تماما. الشاشة فلات تماما، فيها البيزلز متماثلة من كل الجهات ما عدا من تحت أكبر حاجة بسيطة جدا، وفيها بانش هول صغيرة جدا للكاميرا السيلفي، وفوقيها سماعة المكالمات عريضة جدا بين الشاشة وبين ايدج الموبايل. وفي ايدج خفيف جدا جدا في البيزلز موجود من كل النواحي عشان يخلي تقفيل الموبايل كويس جدا مع البادي. وحواف جسم الموبايل نفسه كلها دائرية من كل الجهات، وهناخد بالنا ان الشاشة ملزوق عليها سكرين بروتكتور من البلاستيك، وفي ستيكرز حماية كمان ملزوقة على كل حواف الموبايل. فتصميم بسيط جدا كويس. نيجي بقى للأهم وهو مواصفات الموبايل نفسه. الشاشة هي شاشة سوبر أموليد 6.5 إنش بريزوليوشن اتش دي بلس وتردد 120 هرتز، وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 3. سطوع الشاشة ممتاز جدا وعالي، بتكون واضحة جدا جدا حتى في إضاءة الشمس المباشرة، وال 120 هرتز هنا بتدينا فلويديتي وسموثنس كده في الحركة غير عادي. لو دي هتكون أول مرة تجرب فيها موبايل 120 هرتز هتاخد بالك من فرق غريب في التعامل مع الموبايل، وغالبا مش هتعرف تتعامل تاني مع الموبايلات ال 60 هرتز. وده بالمناسبة هو أرخص وأقدم فلاجشيب من سامسونج بيجي بشاشة 120 هرتز. وواحد من أهم مواصفات الفلاجشيبس الحديثة من سامسونج كلها هو إنها بتيجي بدرجة حماية IP68 ضد المية والأتربة، ويمكن سامسونج تحديدا من الشركات القليلة اللي ممكن تعتمد عليها فعلا في درجة حماية المية في أجهزتها، عكس شركات تانية كتير جدا اللي بيحطوا الرقم ده IP68 لكن ما بيضمنوش الموبايل أبدا لو حصل له أي حاجة. الموبايل بيجي باندرويد 10 و1 UI 4، وبينزلوا ابديتس لغايه اندرويد 13 و1 UI 5، وفي اصدارين مختلفين للمعالج كعاده سامسونج. اصدار بيجي بمعالج سناب دراجون 865 ده معالج 5G، واصدار تاني بيجي بمعالج سامسونج اكزينوس 990 برضه 7 نانومتر لكن بيكون 4G. ونقدر نقول ان المعالجين بنفس القوه والكفاءه تقريبا، والفروق ما بينهم بسيطه جدا لا تذكر. الذاكره الداخليه من نوع UFS 3.1،
وبتيجي 128 أو 256 جيجا بايت، والرام بتكون 6 أو 8 جيجا بايت. وأداء الموبايل بشكل عام في كل الابليكيشنز سلس جدا وسريع جدا. في وضع التشغيل العادي مفيش أي تهنيجات أو جليتشز، الابليكيشنز في الباك جراوند معظمها شغال كويس جدا، تنقل بينهم سريع جدا. وأداء الموبايل في الألعاب كمان ممتاز جدا جدا، مفيش فيه أي مشاكل، خصوصا مع الشاشة 120 هرتز تديلك فعلا أداء مميز في بعض الألعاب. ومع الضغط شوية على الموبايل بيسخن، لكن السخونة الطبيعية جدا اللي هنلاقيها غالبا على أي فلاج شيب بالكفاءة دي. السماعات هي سماعات ستيريو تيوند باي اي كي جي، بتشتغل سماعة لتحت مع سماعة المكالمات عشان يدولك صوت ستيريو محترم جدا. ومع الدولبي اتموس الصوت بيكون عالي وواضح ومحترم جدا. الفينجر برينت موجودة في الشاشة نفسها من تحت، وهي فينجر برينت اوبتيكال مش التراسونيك، ورغم انها بصمة اوبتيكال مفيش فيها كل المشاكل اللي كانت موجودة في فئة الاي والام. البصمة فعلا يعتمد عليها وبتفتح من اول مرة معظم الوقت. الفيس انلوك كمان بيشتغل كويس جدا، ممكن يكون مش اسرع حاجة لكن برضه يعتمد عليه. ومدخل ده هو USB Type C 3.2، فسريع جدا ومحترم، بيدعم ال HDMI مع سامسونج داكس. وواحد من عيوب الموبايل ده ان مفيش فيه بروكسيميتي سنسور، هو معتمد على الفيرتشوال بروكسيميتي سنسور بالكاميرا السيلفي بتاعة الموبايل، وده احيانا ممكن يخلي الموبايل في المكالمات ينور وهو على ودنك او يضلم وهو في ايدك. والمشكلة دي بتبقى واضحة جدا في كتير من موبايلات الفئة المتوسطة، لكن هنا بصراحة انا ما لاحظتهاش قوي، ما حصلتش معايا تقريبا. بالنسبة للبطارية فهي بطارية 4500 ملي أمبير، دي واحدة من أكبر البطاريات الموجودة على أي فلاج شيب من سامسونج. أداءها كويس جدا، الموبايل بيكمل اليوم بسلاسة، لكن مع الاستخدام الكثيف ممكن تحتاج تشحنه مرة كمان قبل نهاية اليوم. وزي ما قلنا الموبايل بيدعم الشحن السريع لغاية 25 واط، رغم ان الشاحن بتاعه 18 واط فقط، فلو عندك شاحن أسرع أكيد هيفرق معاك. الموبايل كمان بيدعم الوايرلس تشارجنج لغاية 15 واط، وبيدعم الشحن اللاسلكي العكسي لغاية 4.5 واط. ودي كانت أهم التفاصيل والمواصفات. ونيجي لواحدة من أهم المواصفات وهي الكاميرات. الكاميرا الأساسية في الموبايل هي كاميرا 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، ورغم انها 12 ميجا بكسل لكن حجم السنسور محترم، 1 على 71% من الانش، وفيها تثبيت بصري واوتو فوكس، وأدائها في الصور يعتبر ممتاز جدا جدا. الصور في الشمس بتطلع شارب جدا، ألوانها واضحة، سكين تونز ممتازة جدا. وفعلا الكاميرا هنا هي واحدة من أهم مزايا الموبايل ده، وبتدينا نتائج أحسن بكتير من كل موبايلات الفئة المتوسطة اللي بنفس سعر الموبايل ده حاليا. الكاميرا التانية هي كاميرا تيليفوتو 3.5 اوبتيكال زوم 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، وحجم السنسور هو 1 على 4.5 انش، فيعتبر صغير شوية. وفيها برضو تثبيت بصري واوتو فوكس، وأدائها برضو محترم جدا. وفي التصوير في الشمس ما بيكونش واضح اي فرق بينها وبين الكاميرا الاساسية في اختلاف الالوان او درجة الاضاءة، لكن شوية بيكون في فرق في نسبة التفاصيل والتكستشرز الموجودة في الصورة. اما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وحجم السنسور هو 1 على 3 انش، فيعتبر معقول، ومفيش فيها تثبيت بصري. نتائج الصور فيها في الشمس برضو محترمة جدا جدا، صور شارب، الوان واضحة. اما الكاميرا السيلفي فهي كاميرا 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، وحجم السنسور هو 1 على 2.7 انش، فيعتبر مش كبير قوي في الحقيقة، وطبعا مفيش فيها تثبيت بصري. ونتائج التصوير بيها برضو محترمة جدا جدا. نتائج الصور بشكل عام بالنهار ممتازة جدا في الثلاث كاميرات، وابليكيشن الكاميرا كمان بيديلك اختيارات كتير ومحترمة جدا في التصوير. تقدر تصور بورتري مود بالكاميرا الأساسية، تديلك نتائج عزل محترمة جدا جدا، نسبة أخطاء تكاد تكون معدومة سواء للأشخاص أو للأوبجكتس، وتقدر تتحكم في نتائج العزل وشدة الإفكت، وتقدر تعدلها حتى بعد التصوير. وتقدر كمان تصور بورتري بالكاميرا السيلفي، ونسبة الأخطاء فيها برضو تعتبر قليلة جدا. هنلاقي كمان نظام للتصوير البرو بالكاميرا الأساسية والكاميرا الألترا وايد، تقدر تتحكم فيه في الوايد بالانس والفوكس وكل إعدادات الكاميرا. في كمان اوبشن سنجل تيك، اوبشن مشهور جدا من سامسونج، بتصور عن طريقه فيديو قصير للحظة اللي بتحصل، وبيقدر بعد كده الموبايل يطلع لك كذا نتيجة من اللحظة دي ما بين صور وفيديو وشوية افكتس كده، وتقدر بعد كده تستخدم اللي انت محتاجه منهم. وبالنسبة لتصوير الفيديو فالكاميرا الأساسية بتقدر تصور فول اتش دي من 30 ل 240 فريم في الثانية بالسلو موشن، وتصور 4K لغاية 60 فريم في الثانية، وفيها تثبيت إلكتروني مع الفيديو يدينا نتائج محترمة جدا. وبشكل عام نتائج الفيديو في التصوير هي من أحسن النتائج اللي ممكن تاخدها على أي موبايل.
وان كان مؤخرا في معظم اجهزه سامسونج بلاحظ مشكله كده في الاوتو فوكس مع تصوير الفيديو. الاوتو فوكس احيانا بيجلتش كده ويتحرك بسرعه جدا ما بين اكتر من حاجه. ما كانتش موجوده المشكله دي في الاجهزه القديمه زي S9 بلس مثلا، لكن بدايه من S20 ظهرت المشكله دي، وممكن يكون لسه هينزل لها حل في ابديت السوفت وير. تقدر كمان تصور فيديو 4K او فول اتش دي 30 فريم في الثانيه بالكاميرا التليفوتو او الكاميرا الالترا وايد، وتقدر كمان تتنقل ما بين الثلاث كاميرات خلال التصوير. وتقدر كمان تصور برو فيديو وبرضه تتحكم في كل اعدادات الكاميرا ودرجة الفوكس وتغير في الفوكس بسلاسة خلال التصوير. تقدر تصور سلو موشن 240 فريم في الثانية بمدة مفتوحة نسبيا، والنتائج بتكون ممتازة جدا جدا. وتقدر كمان تصور سوبر سلو موشن HD 960 فريم في الثانية لكن لمدة ثانية واحدة بس، والنتائج بتاعته ممتازة جدا جدا. واحد من الديفوهات او العيوب اللي لقيتها في تصوير السوبر سلو موشن هو ان الفيديو في نهاية الحركة البطيئة مش بيكمل بشكل سموث كده، بيحصل نطة زمنية ونلاقي الحاجة اختفت وظهرت فجأة كأن في لحظة معينة ما تسجلتش في الفيديو. ودي مشكلة غريبة جدا الحقيقة، اول مرة اقابلها كانت في الموبايل ده. قد تكون دي برضو مشكلة سوفت وير وهينزل لها حل بعد كده مع الابديتس. وطبعا عشان ناخد نتائج محترمة زي دي لازم تكون الاضاءة قوية جدا. والفيديو كمان في الكاميرا السيلفي فيه تثبيت الكتروني، وتقدر تصور فول اتش دي او 4K 30 او 60 فريم في الثانيه بالكاميرا السيلفي. ده كده تصوير فيديو سيلفي، ستابلايزيشن فيه طبعا الكترونيك فقط، ونتائج تصوير السيلفي فيديو برضو محترمه جدا جدا. بالنسبه كمان للتصوير في الاضاءه المنخفضه فالكاميرا الاساسيه بتدينا نتائج ممتازه جدا جدا، صور لا زالت شارب والوانها واضحه، فوكس كويس وقدر لا بأس به من التفاصيل، والنويز تعتبر قليله جدا جدا. ولو بنصور كمان بالنايت مود فالصوره بتاخد وقت اطول لكن بتدينا نتائج افضل بكتير، والنويز كمان بتختفي تماما. اما كاميرا الالترا وايد وكاميرا التليفوتو فادائهم اضعف بكتير في التصوير الليلي. كاميرا الالترا وايد بتدينا صور معقوله الوانها كويسه لكن مش شارب قوي، والتفاصيل بتكون اقل كتير من الكاميرا الاساسيه. كذلك بالنسبه لكاميرا التليفوتو تفاصيل ما بتكونش احسن حاجه ابدا في الاضاءه الليليه، شاربنس ضعيفه، لكن لو بتصور بالنايت مود فالنتائج بتكون احسن بكتير. بالنسبه للكاميرا السيلفي فادائها معقول جدا في الاضاءه الليليه، السكين تونز معقوله والالوان واضحه، وان كانت نسبه النويز تعتبر عاليه شويه، وبرضه في التصوير بالنايت مود بتدينا نتائج احسن بكتير. بالنسبه كمان لتصوير الفيديو فالكاميرا الاساسيه بتدينا نتائج ممتازه جدا جدا في الاضاءه الليليه، الوان كويسه وتفاصيل معقوله جدا جدا في الفول اتش دي وال4K، لكن مع التصوير 60 فريم في الثانية تكون النتائج أقل كتير والتفاصيل مش واضحة، ودي حاجة مفهومة جدا ومنطقية. تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي كمان معقول جدا في الإضاءة الليلية، وده كده فيديو سيلفي فول اتش دي 30 فريم في الثانية، لكن بالتصوير 60 فريم في الثانية في الإضاءة الليلية النتائج بتكون معتمة جدا. بشكل عام زي ما شفنا كاميرات الموبايل هنا نتائجها ممتازة جدا جدا. كاميرات سامسونج بشكل عام لازالت من احسن الكاميرات اللي ممكن تاخدها على اي موبايل، وخصوصا في موبايلات الفلاج شيبس. اداء الكاميرات كلها وخصوصا الكاميرا الرئيسية بالتثبيت البصري ممتاز جدا جدا في الصور والفيديو، ومش هنلاقي كاميرا محترمة زي دي على اي موبايل من موبايلات الفئة المتوسطة اللي بنفس سعر الموبايل ده حاليا. وبس كده دي كانت اهم عيوب ومزايا S20 FE. لو عندكم اي اسئله بخصوص الموبايل ده اسالوني في الكومنتس وهجاوب عليكم باذن الله. لو عجبتكم الحلقه فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناه عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، خصوصا لو مهتمين بباقي الفلاج شيبس اللي لسه هنتكلم عنها. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.